تعودنا إن إحنا كل فترة هنتكلم على شخصية مميزة جدا في الفن المصري، والنهاردة هختار صلاح السعدني. أهلا بيكم. أنا مايكل ودي حلقة جديدة من برنامج فيرتيكو. صلاح السعدني يعتبر واحد من الفنانين اللي لهم مكانة كبيرة جدا عند الجمهور المصري، سواء في السينما أو في الدراما. الناس كانت بتحبه بره الكاميرا وقدام الكاميرا، لأنه واحد من الفنانين المحترمين المثقفين جدا اللي ينحدر من عائلة كبيرة، ويكفي إن احنا نقول إن أخوه كان الكاتب الكبير محمود السعدني. طب بالمناسبة يا أستاذ محمود، حضرتك عشت طفولتك؟ كل انسان بيعيش طفولته بس على النحو اللي هو بيكون فيها الظروف اللي هو فيها يعني. رحنا مدارس. آه، كل همها في الحياه ان تعذب الطالب اللي يجي فيها. يعني انا تصورت ان دي مؤسسات عقابيه، يعني مش مدارس. يعني احنا رايحين عشان ننضرب بس مش اكتر من كده. طول النهار ضرب. واحد اسمه الشيخ حسن نصار هنا طول النهار عمال يضرب فيا، انا واحد صاحبي زميلي الان صار استاذ في جامعه القاهره وطلع على المعاش برضه زي كده. ليه كان بيضرب فيك ليه؟ بقى عشان انا مش عارف، انا مش نفسي. بتذاكر كويس مثلا؟ هو في مذاكره ولا في اي حاجه؟ بنقرا كتب وحاجات زي كده، مطالعه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طول النهار يضربونا. صلاح السعدني له رصيد كبير جدا في السينما والدراما، يمكن تخطى حاجز ال 200 عمل، ولكن تألقه الأكبر كان في الدراما. النهارده بقى أنا هتكلم بس فقط على شخصية سليمان غانم في الليالي الحلمية، وليه الشخصية دي هي من أكتر الشخصيات اللي معلقة معانا في الدراما حتى يومنا هذا. ايه يا وليه يا ابو زاهر؟ ايه يا وظيفه يا بنت المنسوق الحلو؟ ايه يا وليه؟ انت لسه لغايه دلوقتي يعني بتغيري عليا؟ مش جوزي، ان شاء الله حتى تبقى عظم في قفك. ايوه. الهي يخيبك وخيبه الله عليكي واشوفك يوم يا عم في قفه ونعمه كلها دي. هو انت طول عمرك كده حركك دي بينقط جلي؟ هو احنا ليه حبينا سليمان غانم؟ مبدئيا كده هوت الكتابة بتاعت أسامة أنور وعكاشة ما كانتش بتعتمد على تقديم شخصيات مثالية. فأنت هتيجي تبص على سليمان غانم دوت هتلاقيه العمدة اللي ساب بنته وهي صغيرة وراح جري ورا ناظر السلاحدار واتجوزها على مراته لمجرد بس إن هو يكيد في سليم البدري. يعني ما هياش الشخصية المثالية، ولكن في نفس الوقت هو كان جدع وصاحب صاحبه وقدم ابنه شهيد للوطن. فالحقيقة إن الشخصية كانت ثرية جدا على مدار أحداثها، وفيها تطورات كتير وبتقدر تلمس فيها كل المتناقضات، وبالتالي هي شخصية من الواقع. سمي كده ومد ايدك وافسخي المشلتت اللي قدامك ده مشلتت فل معمول في البلد مخصوص عشان ربنا يكرمنا وتبقى صباحيه حلوه وجوازه مباركه وبيضه ان شاء الله. خدي لك حالك فطير. سبب تاني هي براعة صلاح السعداني في تجسيد الشخصية، وإن هو قدر من خلالها يغير صورة نمطية لشخصية العمدة اللي اتقدمت في أعمال كتير قبل كده، لدرجة إن خلاص شخصية العمدة تقدر تقول إنها بقت متقفلة في الدراما لصلاح السعداني، زي ما هي متقفلة في السينما لصلاح منصور. زهرة أمانة بين إيديك يا وصيف. ما توصينيش على بنت من ظهرك يا عمدة. هل بت ما أنت عرفتي أني جوزت أمها إزاي وعشان إيه يعني؟ ايوه عارفة يا ابو زاهر. تعامليها زي إخواتها بالظبط. طب ازاي بقى الممثل بيقدر ان هو يضيف للشخصية؟ تعالى كده نبص على نموذج سليمان غانم. شوف بقى غير براعة أداء صلاح السعداني، شوف الضحكة اللي هو كان بيضيفها للشخصية، الطريقة اللي كان بينفعل وبيتعصب بيها وهو بيزعق كل مرة وبيقول جاي وبنلاقي نفسنا بنضحك. المشاهد المشتركة بينه وما بين الغفرة بهروز والمليجي كانت الخط الكوميدي اللطيف قوي اللي في مسلسل ليالي الحلمية. شوف مثلا مشاهد النقار بتاعته مع مراته وصيفة، كان في تنمر طبعا على مراته طول الوقت، ولكن هو كان تنمر بصراحة لذيذ وكان بيضحكنا. وكانت له مشاهد مميزة جدا مع الفنانة إنعام سالوسة، ربنا يديها الصحة. شوف بقى هتكمل ازاي. ايوه هكمل ان شاء الله، بس ايه هقولك بقى، انا اللي ماليش غرض ارقد في فرشه واحده جنب ملكه جمال زي سعادتك. لا يا اخوي، خايف على نفسك من الفتنه. نقطة تانية مهمة هي المشاهد الملحمية اللي كان فعلا بيقدمها صلاح السعداني مع يحيى الفخراني، لما بنشوف في نفس الكادر سليم البدري وسليمان غانم. كل واحد فيهم
كان بيبقى داخل في مباراة مع التاني والنتيجة في النهاية لصالحنا كمشاهدين. يحيى الفخراني كان بيقدم أداء رائع جدا، وفي المقابل صلاح السعدني كان دايما ند له، وهما الاتنين بيعلوا على بعض. فيمكن بالتالي لما اختفت شخصية سليم البدري في الجزء الخامس واكتفت بظهورها في مشهدين كضيف شرف، حسينا إن جودة المسلسل تراجعت عن الأجزاء الأربعة الأولى. عدد سنين عمرها. ايه يا اخويا اصلا ايه؟ طب انا بقى يا فيها يا اخفيها. انا ما شفتش برود بالشكل ده. والله انا اللي ما شفت دم اسقع من دم حضرتك. ما تخلينيش اقل عقلي، واللي ما عملتوش فيك السنين دي كلها اعمله دلوقتي يا سليمان. طب والله وبعقد الله انا اللي هخلص اللي فات من السنين دي كلها. انا دلوقتي بس الديسك هو الديسك ده اللي بعرف انا هرقعك بام راس الزقمه دي على ام راسك ابطح اهلك. سليمان سليم صلاح السعدني كان مقنع جدا في شخصية سليمان غانم، لدرجة ان هو في الجزئين الاخيرين انت فعلا كنت بتحس انك بتتفرج على راجل عجوز عدى ال70 من عمره، بينما كان صلاح السعدني وقتها كان يدوب في الخمسينات. فاكرين ايه؟ ده دي راس بيت، ده اني عكه، ده اني بسم الله الحقوني انت جوه سلامتك يا اخويا. خلصنا كلام عن شخصية سليمان غانم، ولكن الكلام عن الفن ما بينتهيش. يا ريت تسيبوا لنا رأيكم تحت ونعرف منكم ايه اكتر عمل فني انت حبيته للفنان صلاح السعدني في الدراما، وايه اكتر عمل حبيته له في السينما. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك سبسكرايب للقناة، وتقولوا لنا رأيكم عايزين نتكلم على ايه تاني، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.